السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين. معانا الفطير الجميل، فطير المحلات والفطير المشلتت الفلاحي. هنعمله هنا بكل سهولة ويسر من غير تعب ومن غير مجهود. هنفرد بس هنفرد العجينة هي اللي هتنفرد لوحدها، سهلة وسريعة التحضير. عملنا فطير المحلات وهو من أسهل أنواع الفطير، وعملنا الفطير المشلتت المتعب المجهد اللي انت بتقولي عليه ما يكملش 10 دقايق، وهتشوفي بنفسك. معانا هنا كيلو ونص من الدقيق او او 2 كيلو الا ربع، حاجه زي كده، يعني الميزان كان في الحدود دي. حطينا عليه ميه، ملح، حبه من السكر، وعجناه بميه فقط لا غير، ما عملناش اي حاجه الا الميه. هنكور الكور اللي احنا هنعملها الفطير المحلات، وهنكور الكور في الصينيه دي اللي احنا هنعملها الفطير المشلتت. هنركن كل واحده على جنب كده لحد ما ترتاح، وبعد كده هنبدا في فطير المحلات. فطير المحلات من اسهل الفطاير، حجمه بيبقى صغير جدا، عدد التوريقه بتاعته بتبقى خفيفه قوي من صغر حجم الفطيره بتاعته، لانك حجم الفطيره صغير وهشه وطريه، وكمان بتتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفاها كده. من اسهل طرق الفطير اللي انت تعمليها، بس اهم حاجه جوده الدقيق الحلو. روحي عند المحل اللي انت بتشتري من عنده الدقيق وقولوا له عايزه دقيق اعمله فطير، هو بيبقى عارف انواع الدقيق اللي بتتعمل فطير، وبتبقى المستلزمات الحاجات اللي زي دي. هنا بقى هنطلع الفطيره بالشكل دي، وهنفرد فيها برضو، يعني مش هنسيبها عشان تنانيها هنسيبها، لا هنفردها كل ما تحط راق تفرديها ادي، وتوصلي الراق للراق اللي بعده. من اسد ممكن تسيبها مربعه كده وتاخد شكل الصينيه، بس انا هتناها كمان تانية علشان تدي توريقه اكبر، لانها بتبقى خفيفه جدا وهشه جدا زي ما انت شفتيها في اول الفيديو. انا عايزاك تتابع الفيديو الاخر، ولايك للشير للفيديو، واللي يفيته خطوه من الفيديو يرجع لمحتوى الفيديو الاصلي اللي هو الفيديو الكبير ده شورتس، ويشوف كل الخطوات وازاي عجننا العجين بكل وضوح. هنا بس انا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لان ده فيديو شورتس، عايزه بس اوريكم الطرق بتاعته. دي الفطير المشلتت، مسكنا واحده كده لفناها وفردناها ولفناها مربع زي ما انت شايفاه. هناخد الفطيرتين التانيين هنحطهم على بعض ونفردهم مع بعض زي ما انت هتشوفي دلوقتي، وبعد كده هندخل فيهم الفطيره التالتة. هيبقى مورق بطريقه فظيعه، ومفيش اصلا سمك اعلى من السمك التاني. كل الفطيره هتبقى مفروده وهشه زي ما انا قطعتها معاكي كده في اول الفيديو، وتحفه، والطعم والريحه. بس ارجوكي عايزه تعملي فطير لازم تعمليه بالسمنه البلدي عشان تشم ريحته وتاكلي طعمه، تستمتعي بالفطير البلدي او بالفطير الفلاحي المشلتت زي ما انتوا بتقولوا. هنا بقى حطينا الفطيره التالتة هيت في وسط الفطيرتين، وهنلفهم لحد ما نلمهم كده كور. خلصنا كل الكميه